كل حاجه ان شاء الله خاصه بالشبكات الهوائيه وسوفتات وتحويلات ومنيو جديد وسرعه في الاداء واضافات مميزه. كل حاجه هقدمها لك النهارده، لان النهارده هقدم لك الجي شير بلس فيرجن 5 والجي شير بلس 5.1 والجي شير برو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحات بلال سعد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما يا رب. جاي لك النهارده بثلاث حلويات، لميت لك شمل الجي شير بلس لكل الشبكات الهوائيه. النهارده معانا ثلاث سوفتات محترمين، مش عايزين نطول في الشرح عشان تعرف جهازك هيقبل تحويل النهارده ولا لا، وايه الفرق بين البوت القديم والبوت الجديد. النهارده في شويه اضافات ومميزات لكل الشبكات الهوائيه وكل الاجهزه. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لتصل كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. جايلك النهارده بثلاث سوفتات محترمين، تحويلات شبكه هوائيه. لميت لك شمل الجي شير بلس النهارده في شرح النهارده. بصراحه هطول عليكم شويه، ولكن هتستفيدوا وهتدعي لي على شروحات وتحويلات النهارده. الجهاز اللي هشتغل عليه الترومان 7K. ايا كان شغل النهارده يا جماعه للصن بلس 1506 اتش في وتي في داكي فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. في النهارده شويه ملحوظات عايز اقولها في الفيديو عشان خاطر الناس ما تقعش في مشكله. في سوفتات بوت قديم، في سوفتات بوت جديد، ايه الفرق؟ نعرف ازاي جهازنا. عايزك النهارده ما تسرعش بالشرح عشان تقدر تجمع المعلومه كامله متكامله. يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض التحويلات المميزه بتاعت النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه. ده الجهاز لسه على وضعه الاصلي. ركز معايا. اول حاجه زي ما قلت هنخش على السيتنج، على الاعدادات، وهننزل على النسخه او الاصدار ايا كان مكتوب عندك. هنلاقي الجهاز بتاعنا اول حاجه هتبص نسخه الهاردوير 1506 اتش في، يبقى الجهاز هيقبل معاك. جهازنا زي ما قلنا بدون واي فاي داخلي. عندنا نسخه البرمجيات، وده اهم حاجه بقى باكد عليها، في 35. اعرف ان جهازك بود جديد على طول. طب الكلام ده ينطبق على كل الاجهزه؟ لا يا عم الحاج، الكلام ده يعني يعتبر 90% من الاجهزه اللي لسه نازله حديثه الجديده، مثلا من سنه او السنه دي او السنه اللي فاتت او من سنتين، غالبا بينزل بالسوفت اللي عليه بود جديد. طب لو جهازك لقيت نسخه البرمجيات في 14 في 13، يبقى لازم تدي جهازك سوفت تمهيدي، وده موجود في شروحات كتير سابقه على القناه. وبعد كده هتديله شويه الحلويات اللي هقدمهم لك النهارده عشان ما اطولش عليك. يلا نخش على التحديث ونجرب اول تحويل معانا النهارده. بص يا سيد الفاضل، عندنا الداكي او الجهاز او تحويل النهارده عندنا ال 1506 اتش في زي ما حضرتك شايف، و 1506 تي في. انا هنزل لك الست سوفتات دول لاجهزه الاتش في واجهزه. اول حاجه كده معانا النهارده هنزل لك كل الشبكات الهوائيه في تحويل وشرح النهارده. بس كل حاجه ان شاء الله خاصه بالشبكات الهوائيه وسوفتات وتحويلات ومنيو جديد وسرعه في الاداء واضافات مميزه. كل حاجه هقدمها لك النهارده، لان النهارده هقدم لك الجي شير بلس فيرجن 5 والجي شير بلس 5.1 والجي شير برو اللي هو الجديد. ولسه ان شاء الله ده نازل بقاله يومين بالظبط السوفت، وقلت لازم اعمل شرح واقدمه لكل الناس وحبايبي على القناه. اول حاجه هنجربها مع بعض، لان برضو في تغييرات في جي شير 5. جهازنا اتش في بقى. بسم الله. زي ما حضرتك شايف الجهاز بيسحب السوفت تمام، مفيش اي مشكله. بتسيب الجهاز لحد ما يحمل ويرستر لوحده زي ما قلنا قبل كده. وان شاء الله هعمل شرح ايه الفرق بين البوت القديم والبوت الجديد، وازاي الناس تعرف، لان في انسان محترم على القناه طلب مني ان اعمل شرح للموضوع ده. الجهاز سحب معانا السوفت تمام زي ما قلنا. سيب الجهاز يفتح ويقفل لوحده. الجهاز فتح معانا تمام زي ما حضرتك شايف تمام. اجهزه الليفل اجهزه محترمه، اجهزه لها كل الدعم. هنجرب كده في تكبير اشاره. مفيش فيه تكبير اشاره، ده قائمه القنوات. هنرجع باك، هنخش كده. بسم الله. ده المنيو الجديد، منيو محترم، منيو رائع، سرعه في الاداء، سرعه في التشغيل. هنخش سريعا كده نشوف في اي اضافات، اي حاجات جديده في السوفت. دخلنا هنا على التركيب في الدي في بي فندر، وهنخش هنا على الوسائط المتعدده. نضغط 1506. جهاز عندنا بيدعم النشير في 2 الجي شير بلس فيرجن 5، وعندنا الجوسات بلس بندل. يعني ده الاضافات اللي في الجهاز. لو دخلنا هنا كده جهاز بيدعم معانا النوفا والبالان. نرجع باك، يعني برضو تعمق في السوفت براحتك عشان خاطر ما اطولش عليك. اهم حاجه صحيح خش على الاعدادات.
وهنخش هنا على تكوين الشبكه. جهاز بيدعم معانا اللاسلكيه واليو اس بي كابل والقطعه المحليه، حاجه محترمه حاجه جميله. هنرجع باك ودخلنا على النسخه هنا برضو عشان تبقى حضرتك شايف 1506 اتش في، وعندنا نسخه البرمجيات في 36. السوفت القديم كان في 35، يبقى الجهاز اترقى معانا. اي حاجه زي ما قلنا ده بوت جديد. تاريخ السوفت 7/2/2026. بيدعم معانا الفلاشه الجديده بتاعه الواي فاي اللي هي 7601. هنخش بقى كده على التحويل الثاني عشان ما اطولش عليك. ما تنساش بقى اعجاباتك وتعليقاتك واشتراكك في القناه عشان يصلك كل ما هو جديد في عالم الرصاص. ده التحويل الثاني في شرح وفيديو النهارده، حاجات محترمه حاجات جميله. بعتذر عن البعد عن القناه غصب عني لظروف، ولكن ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. الجهاز هيسحب معانا السوفت وارجع له. جهاز سحب معانا السوفت تمام بدون اي مشكله خالص. ده التحويل الثاني يا جماعه، انا في الشرح عشان تقدر تجمع المعلومه كامله مكامله. اجهزه السكوب اجهزه محترمه، اجهزه لها كل الدعم. الجهاز فتح معانا تمام. دي قائمه القنوات، حاجه جديده لسه حاجه محترمه. وهنا لو عملنا انفو في تكبير اشاره، عندنا هنا جهاز بيدعم تكبير الاشاره، حاجه مميزه حاجه جميله. وبسم الله دي التحويلات النهارده يا جماعه، تحويلات مميزه تحويلات جميله، منيو جميل منيو رائع واضافات مميزه. لو دخلنا هنا جي شير بلس فيرجن 5.1، حاجه محترمه حاجه جميله. كل الشبكات الهوائيه النهارده مقدم لك كل حاجه النهارده، وحلويات وسرعه في الاداء وسرعه في التشغيل. لو دخلنا هنا على الضبط زي ما عودناكم هنخش على النسخه. عندنا تاريخ السوفت 20/3/2026. الجهاز بتاعنا 1506 اتش في، واي فاي خارجي، بيدعم الفلاشه الجديده ال 7601. نسخه البرمجيات في 36 يعني بوت جديد. خش على تكوين الشبكه. جهاز بيدعم معانا اللاسلكيه فقط لا غير. برضه عشان تبقى عارف ما تطولش في الشرح عشان خاطر كل سوفت النهارده في اضافات مميزه، في حاجات ناقصه، في تحويلات تانية. ولو دخلنا هنا انا عايزك انت بقى ايه تتعمق في السوفت براحتك عشان خاطر اوفر عليك في الوقت. الجهاز بيدعم معانا الفيجن والاكس والنوفا والاورما. ولو دخلنا هنا على الوسائط المتعدده، عندك هنا في واحد ممكن تروح وتيجي وتعمل ومش هتلاقي وسائط متعدده. وسائط متعدده هتخش على كلمه اليو اس بي وهنضغط 1506. هننزل بقى. الجهاز بيدعم معانا النشير الديكيو كام، الجوسات بلس فيرجن 3، النشير في 2، الجوسات بلس فيرجن 5.1، وعندنا الزون سات. كل ده الاضافات المميزه في تحويل النهارده. يلا نخش على التحويل الثالث الجميل. بسم الله. جهاز بيسحب معانا السوفت تمام. ما تنساش دعوه لاخوك اللي بيتعب عشان يقدم لك حاجه مميزه حاجه جميله. اشتراكاتك، اعجاباتك، مشاركاتك للشروحات عشان خاطر في ناس كتير بتدور على السوفتات ديت ويعني بتدوخ بصراحه. كل حاجه موجوده على القناه بدون اي مقابل خالص. لكل الناس المحترمه الجميله، وشكر خاص لكل الناس جميله على التعليقات المحترمه اللي على القناه. بتزيدني شرف وبتزيدني اصرار ان انا اعمل واقدم سوفتات لكل الاجهزه، ولكن غصب عني ما بقدرش. الوقت عندي ان انا اعمل فيديوهات لكل الاجهزه، ولكن ان شاء الله اللي جاي افضل واللي جاي احلى ان شاء الله. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. جهاز سحب معانا السوفت تمام، وده اخر تحويل معانا النهارده. وشوف بقى المتعه والاداء والجمال في تحويل النهارده. بسم الله. الجهاز فتح معانا تمام. ده قائمه القنوات. نشوف في الجهاز فيه تكبير اشاره ولا لا. مفيش فيه تكبير اشاره. هنخش منيو. والله زمان يا نوفا، سوفتات محترمه سوفتات جميله لكل اجهزه النوفا. سريعا كده عشان ما اطولش عليك هنخش على السيتنج. هننزل على تكوين الشبكه. جهاز بيدعم معانا اللاسلكيه واليو اس بي كابل وقطعه اللان. يعني عندنا في سوفتين بيدعموا الثلاث خصائص بتوع الاتصال بالانترنت. وهنخش هنا على النسخه. الجهاز بتاعنا 1506 تي في. واحد يقول لي يا عم بلال ازاي ده الجهاز ده اصلا كان 1506 اتش في. مش هيفرق معانا لان الجهاز السوفت الاصلي 1506 تي في. الجهاز اللي احنا بنحوله 1506 اتش في جهاز شغال معانا اشاره في كل التحويلات والعدسه والريموت وكل حاجه شغاله معانا في الجهاز تمام. تاريخ السوفت بقى زي ما قلت لك هو لسه بقاله يومين. 13/5/2026 بيدعم معانا الجهاز الفلاشه الجديده فقط لا غير بتاعت الواي فاي. هنرجع باك. هنخش على الاكس كام. مش هنخش بقى ايه الابلكيشن ولا هنا مفيش حاجه اسمها الوسائط المتعدده. هنا كلمه نتورك ديت اضافه الواي فاي على الجهاز. هنرجع باك. نخش على الاكس كام. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بيدعم معانا الاكس كام، النشير، الجوسات بلس فيرجن 3، التربو شير، النشير في 2، والجي شير برو اللي هو احدث حاجه اصدارات في الجي شير لكل الشبكات الهوائيه. حاجه محترمه حاجه جميله بصراحه. معاك 3 حلويات بنقدمها لك النهارده بدون اي مقابل خالص. وهنا يبقى وصلنا لنهايه موضوع النهارده. كانوا 3 تحويلات مميزين جمال. جي شير بلس
فيرجن 5، جي شير بلس فيرجن 5.1، وجي شير بلس الجديد اللي هو برو. حاجه مميزه، حاجه جميله. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، اعجاباتك، تعليقاتك. شكر خاص لكل الناس المحترمه الجميله على القناه. ان شاء الله الشرح اللي جاي باذن الله هعمل فيديو ازاي تعرف الفرق بين البوت الجديد والبوت القديم، لان في راجل محترم على القناه طلب مني اعمل شرح للموضوع ده، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل. ولسه في تحويلات، لسه ان شاء الله الواي فاي الداخلي لكل اجهزه الصن بلس 1506 تي في واتش في، واي فاي داخلي باذن الله. يا رب تكونوا استمتعتم بشرح النهارده واستفدتم منه. انتظرونا في شرح وفيديو قادم على قناتكم الجميله قناه شروحات بلال سعد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شروحات بلال سعد في كل مكان.